بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. الحادثة التي محل الحديث هي حادثة الاعتداء على الأستاذ عبد الفتاح مورو. الأستاذ عبد الفتاح مورو أو الشيخ عبد الفتاح مورو هو مؤسس من مؤسسي الحركة، هو أحد قياداتها التاريخيين، وهو شخصية وطنية، شخصية في الحقيقة فوق الأحزاب، رغم أنه ينتمي إلى حركة النهضة وفي مجلس شوراها في مجلس الشورى، لكنه شخصية فوق الأحزاب، شخصية وطنية وله مكانة مرموقة عند التونسيين جميعا. الاعتداء على الأستاذ عبد الفتاح مورو عمل لا يمكن أن يستحق إلا الإدانة والاستنكار، ونحن في حركة النهضة لا يمكن أن نقبل بمثل هذا العمل المرفوض أخلاقيا وسياسيا ودينيا. نحن نريد لبلادنا أن تكون فضاء للتعبير الحر لكل العائلات الفكرية والسياسية ولكل الشخصيات الوطنية. صحيح قد يكون الأستاذ عبد الفتاح مورو غير مستهدف مباشرة في شخصه، إنما لأمر ما أو السياق جعله يكون موضوع الاعتداء. ولكن أيا كان الأمر وأيا كانت الأسباب وأيا كانت الجهة وأيا كان الشخص وأيا كانت المبررات، هذا العمل مرفوض ولا يمكن أن يقبل من شخص عاقل أو شخص مسؤول، بل إنه تصرف غير مسؤول، ورجح بأن من قام به يعني لا يحوز على كافة مداركه العقلية. أنا أحيي الأطراف الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي استنكرت هذا العمل وعبرت عن تعاطفها الصادق وتضامنها مع الأستاذ عبد الفتاح مورو الرمز، والأستاذ عبد الفتاح مورو الشخصية السياسية، والأستاذ عبد الفتاح مورو ذو المكانة المعلومة لدى الجميع. نريد المسار أن يستمر بدون هذه المشاغبات وبدون هذا التشويش وبدون هذه الممارسات المنبوذة وهذه الممارسات الشاذة. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن لابد من الحيطة ولابد من أخذ موقف ولابد من أخذ كل الأسباب حتى نحمي المسار من أي سلوكيات غير مسؤولة ومن أي سلوكيات يمكن أن تشوش على عملية الانتقال من الدكتاتورية إلى الحرية، ويمكن أن تربك التعايش، ويمكن أن تحدث اضطراب على خيار التعايش بين كافة التونسيين. ما حدث للأستاذ عبد الفتاح مورو تألمنا له جميعا وساءنا كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ونحن نعبر له عن محبتنا الخالصة وعن تضامننا وتآزرنا، ونرجو أن لا يتكرر مثل هذا الفعل في حقه وفي حق غيره من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وأن لا يتكرر في حق أي شخصية وطنية وفي حق أي رمز وفي حق أي مسؤول وفي حق أي مناضل. مرة أخرى يثبت التونسيون بأنهم عائلة واحدة، وأن معناها مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تغير من تصميمهم على أن يعملوا سويا حتى يتم إخراج البلاد من الوضع الظرفي، وأن تعود يعني أو أن تمضي قدما نحو المستقبل، تونس كما نراها، تونس كما نريدها، تونس كما نحبها، تونس التعايش وتونس التحابب والتآزر والتضامن والتآلف، تونس الموحدة، تونس بمشروعها الحضاري الوطني المستقبلي،
تونس لكل أبنائها، وتونس لشبابها، وتونس لمناضليها، وتونس لشهدائها، وتونس لكل جهاتها. هذه حادثة لنقل إنها حادثة عابرة، لنقل إنها لن تتكرر، لنقل إنها حادثة خطيرة، لنقل إنها حادثة مرفوضة ومستنكرة، ولنقل بأن ما أظهره التونسيون وما أظهره المجتمع السياسي والمجتمع المدني من تضامن مع الأستاذ عبد الفتاح مورو دليل على أن مثلما أن هناك مخاطر وهناك ربما نواقص وهناك هينات، أيضا هناك مكتسبات وهناك إرادة في التضامن والتعاون، وهناك إرادة في إنجاح المسار، وأننا قطعنا شوطا لا بأس به في تجسيد هذه القيم وفي تجسيد هذا الخيار وفي تركيز قواعد التعامل السليم بدون شك في كل بلد في طور انتقالي تحصل مثل هذه الحوادث، ويمكن للشخصيات الكبيرة وللرموز أن تكون مستهدفة شأنها شأن غيرها، وهذا لا يزيدها إلا تصميما على الالتحام بالشعب وبالجماهير وبقضايا الجماهير. والأصل في المناضل والأصل في السياسي أيا كان موقعه أن يكون بين الناس ومع الناس وبين الجماهير، حتى وإن أوذي في بدنه أو أوذي يعني إذاية مادية أو إذاية معنوية، فإن الوضع الطبيعي أن يكون بين الناس ومع الناس، وكما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من عدم مخالطتهم وعدم الصبر على أذاهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأستاذ عبد الفتاح مورو قد ناله أجر مخالطة الناس وأجر الصبر وأجر العمل وأجر الاجتهاد والجهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.